مساء الخير، صباح الخير صديقي أو صديقتي حسب الوقت اللي كتسمع فيه لهذه القصة هذه. الحلقة الأولى من قصة وهبة. قصة وهبة قصة شابة في 35 سنة في العمر ديالها، لاحتها الظروف من عونات جبالها للدار البيضاء. ومن محاسن أو من مساوئ الصدف أنه لاقتني بها الوقت وعودت لي قصتها ووقعوا لي معها أحداث تاع أنا، لأنه حتى أنا غادي نكون طرف في القصة أو غادي نعيش معها واحد شوية من داك الشيء اللي عاشته. غادي ندخل مباشرة في القصة، ما غنعطيش تفاصيل بزاف على حياة وهبة، ولكن غادي تلقاهم في أجزاء ديال القصة أو في باقي الحلقات اللي جايين في القصة. في هاد القهوة هادي ما غتلوحش عينيك على شي وجه اللي كيفرح أو اللي غيفرحك. الكل كئيب هنا والكل حزين، حتى واحد ما جالس في هاد القهوة هادي وجالس فيها بخاطرو. قهوة كيجيو ليها الناس اللي تسجع عليهم جميع الأبواب من بعد ما كيطيح الظلام في مدينة الدار البيضاء. كتواجد في وسط المدينة، كيريحوا فيها بعض الناس اللي هما مهنيين ديال الليل، بحال السرباية ديال بيران، بحال الفيادرا، بحال موالين الطاكسيات اللي كيوقف الطاكسي ديالو وكيمشي وكيشرب قهوة باش يزيد. في الطبلة اللي على اليمين ديالي جالس واحد السيد راجل كبير، بقى يكون كيلعب في ديك الخمسينات، نقي في لباسو، وجهه نسبيا مقبول، ولكن سكران بزاف لدرجة أنه رجليه ما بقاوش قادرين يهزوه. السرباية ديال القهوة كتعامل بقاعدة واحدة مع جميع الزبناء، وهي ريحتي كوموندي خلص، ما غتخلصش قبل ما يجيك الكوموند ديالك ولا الضمون ديالك او المشروب ديالك، فنوض قود ما تريحش. تفاديا للفريع ديال الكر اللي كتعيشو كل ليله مع السكريه ومع القحاب ومع المتشردين. داك الراجل الكبير خلص قهوه ديالو وجلس، ولكن بقى محيح كيقوات وكيهلال، وعطاه الفيديو ديال القهوه. انذار الاول والثاني والثالث والرابع هزو لاحو على برا في التروطوار. تدخلنا انا ومجموعه من الزبناء ديال القهوه اللي جالسين تما وهادي وكذا، وطلبناه انه دخلوا عاود جلس. في الطبله اللي على اليسار ديالي جالسين جوج عيالات كيلعبوا على في ديك الربعين، او اللي كيسميوهم دابا الميمات، اللي كيقولوا لهم الميمات. من لباسهم ومن الماكياج ديال وجههم، لباسهم لابسين دوك الجلالب ديال النمار وماكياج ديال العراسات في التسعينات، باينين انهما بارميطات. البارميطه في اللغه ديال البار هي او السميه ديال هذيك اللي خدامه في البار كتسمى بارميطه، هي هذيك اللي كتكون في الكونطوار، اللي كتسربي في الكونطوار وكتبقى شاده الهضره مع السكريه ومع هذا وتشد الخاطر هذا ويعاود لها هذا ويبكي عليها هذا. هذيك هي البارميطه. كيهضروا وكنسمع ليهم كيهضروا على الكليان اللي دوزوهم في ديك العشيه، شكون اللي دور مزيان، شكون اللي بغى يديهم واخا عنده الفلوس ما تيقينش فيه، شكون اللي بغى يديهم غا باش يكوي فابور، وكيعاودوا على الطرائف وعلى المآسي ديال الليله ديال ديك الخدمه. في الغالب غيكونوا بداو مع ديك الربعه ديال العشيه حتى الجوج ديال الليل. ملي كيساليو مع الجوج كيجيو للقهوه، حيت على ما فهمت في هضرتهم انه المكان اللي ساكنين فيه ما كيدي ليه لا طاكسي كبير لا طاكسي صغير بالليل. كاين غير الطوبيس، ولكن الطوبيس ما كيبدا حتى ل7 ديال الصباح. اي من الجوج ديال الليل غيبقاو جالسين في القهوه حتى ل6:30 الصباح، عاد غيمشيو للترمينيس، عاد غيشدوا الطوبيس. معاناه ومآسي. دخلت واحد الدريه جلسات في الطبله اونفاس معايا، دريه زوينه في ملامحها زوينه، كتبان انها دريه ماشي بنت كازا، فيها واحد الجمال طبيعي.
أي أنها بنت الجبل. من لباسها بين أنها بنت الليل، لابسة واحد كسيوة طالعة تل فوق الركبة، وصدرها مزيره مزيان بالستيان ومطلعاه باش يبان، باش يكون ملفت للانتباه ومثير. وباينه شبعانه بكاء وشبعانه حزن وشبعانه مأساة. جلسات وبقات كتدور في عينيها. جات عندها السربايه قالت ليها ما غنشرب والو، ما عنديش باش نخلص. شافت في واحد الدري جالس جهتها، قالت لي خويا عندك السولد، كان ملهي في التليفون ديالو هادي. قالت له خويا عندك السولد، ما جاوبهاش، حرك راسو وقال لها اشاره لا. شافت فيا مازال ما طلباتش مني ان واش عندي السولد، وسولاتني قلت لها ممكن تهضري الا بغيتي تهضري. عطيتها التليفون وعيطت على صاحبتها على ما فهمت. عاودت ليها حسب ما فهمت في هضرتها انها راه بقات اون بان، وبلي راه جالسه في قهوه، وبلي راه ما عندها لا باش تشد طاكسي لا باش تشد قهوه، والثمن حوايج جاوهم ليها. اي العبايه باش كتستر الا ما دبرات على والو، هي باش كتخرج من البار وكتلبس عاوتاني كانها انسانه عفيفه. اللي فهمت في هضرتهم انهم كانوا مع شي جوج